السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عاملة لكم فيديو جميل جدا. بس عايزة اقول لكم حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، معلش اللي انا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت ديت، يعني في ان انا انزل فيديوهات. بس بجد والله الظروف كانت اقوى مني، ما كنتش عارفة انزل، يعني الوقت ما كانش مساعدني وكده. بس عايزة يعني اقول لكم الفيديو بتاع النهاردة سهل وبسيط جدا. بجد حلوة حلوة قوي، هتعجبكم كتير جدا في الشتاء، هتديكوا دفء وطاقة. بصوا وصفة تحفة وهتعجبكم، بسيطة ومكوناتها موجودة في البيت ومش مكلفة، ومش هتأثر معاكم في أي حاجة خالص، غير ان انتوا بس هتشوفوا معايا الطريقة وتكملوا الفيديو معايا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا أحلى لايك واشتراك للي بيشوفني لأول مرة. ودلوقتي بقى نروح نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقة بتاعتنا عاملة ازاي. يلا بينا. انا عندي كده طاسة او اي حاجة حطها على النار، وعليها حطيت فيها بقى ايه نص كوباية من السكر. اسيبه بقى كده، يعني ايه، ما اعملش فيه اي حاجة، واول ما يبدأ ياخد اللون ده كده من الجناب نقلبوه. احنا هنا بنعمل كراميل. الكراميل بتاعنا احنا كده بنعملوه اهو. دي اول حاجة في الوصفة بتاعتنا، ازاي نحضر الكراميل. تفضلوا تقلبوه كده لحد ما يبقى يوصل لدرجة الكراميل اللي انتوا عايزينه. وبعد ما يوصل للدرجة ديت بقى هنضيف عليه يعني ايه تلت كوباية من المية. ولازم المية تكون مية مغلية، يعني مغلية، وتحطيها على طول على الكراميل بتاعنا اللي احنا عملناه ده. يا دوبك ايه تلت كوباية، مش هنزود، يعني ايه، يعني من ربع لتلت كوباية من المية المغلية. ونقلبوه كويس جدا او خالص كده زي ما انتوا شايفينه، نفضلوا نقلبه 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 فيه كده لحد ما يبقى جاهز معانا الكراميل بتاعنا بالشكل ده. واول ما الكراميل بتاعنا يبدأ يجهز بقى كده، هنقوم وهو لسه سخن نحطه بقى في اي صينية او اي اسطمبة عندنا، اي حاجة بقى عايزة تطلعي الشكل النهائي بتاع الوصفة بتاعتنا ديت. بس هو لسه سخن نحطوه عشان ما يمسكش معانا وتحس ان هو ايه يتكسر كده اهو. وبعد ما حطيته كده بالشكل دوت، اروح بقى اشيل بقى ايه الصينيه بتاعتنا اللي فيها الكراميل ده بقى كده ايه على جنب، ونكمل بقى الوصفه بتاعتنا. احنا بقى هنا عندنا هنجيب بقى ايه الخلاط بتاعنا. طبعا الخلاط ده ايدك ورجلك في المطبخ بصراحه هو الاساس. واي نوع بسكوت ساده، اي نوع تحبوا تستعملوه هنحطوه. حطوا تقريبا قيمة باكوين كده، او يعني ايه باكوين ونص، تلاتة. وبعد ما حطيت البسكوت هضيف على البسكوت يعني ايه اتنين بيضة اهو، بيضتين. بصوا كله في الخلاط كله، بصوا مش هياخد منكم اي وقت خالص الوصفة دي اهو. وادي البيضة التانية. وبعد كده هقوم جايبة نص كوباية من السكر. ويفضل يا جماعة في عمايل الحلويات والكراميل والحاجات دي يبقى السكر الأبيض، بلاش سكر التموين. وبعدين هنضيف هنا 4 معالق من بودرة الكريم كراميل. لازم بودرة الكريم كراميل، يعني ايه، طبعا ممكن تشتري باكو كريم كراميل وتستعمليه. وبعدين نحط بقى ايه حبة من الفانيليا كده، 3 4 نقط كده فانيليا سايلة. ما عندكيش فانيليا سايلة ممكن تحطي الفانيلا اللي هي البودر عادي خالص. وبعدين صباعين موز. شفتوا الوصفة، شفتوا المكونات بتاعتها عاملة ازاي، بيض وموز وبسكوت، بصوا حكاية وهم ملهاش حل. صباعين موز كده حلوين، بصوا فيها فيتامينات وطاقة، بصراحة تدوكوا طاقة رهيبة رهيبة. وبعدين بقى عندنا آخر حاجة هنضيفوها 3/4 لتر من اللبن المغلي أو الحليب المغلي اهو. يعني ايه كيلو الا ربع من الحليب او اللبن المغلي. واروح اضرب بقى كل الحاجات دي بقى كده ايه في الخلاط. وبعد ما اضربها في الخلاط بقى اجيب بقى البولة او الصينية اللي احنا حاطين فيها الكراميل اللي احنا عملناه، وننزل بقى بالمقادير الجميلة دي اللي احنا ضربناها في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده اما احطها، حطيتها خلاص بقى، اجيب بقى عندي بقى صينية كده فيها مية، احط في صينية كده مية، واحط بقى البولة بتاعت الوصفة الجميلة الخطيرة دي، بصوا في قلب المية كده. وبعد كده بقى اروح احطها في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز لمدة ساعة. وبعد ما هتطلع من البوتاجاز او فرن البوتاجاز تلاقيها خطيرة،
وهي ديت الوصفه بتاعتنا. شوفوا تحس ان هي كده ايه، شققت من فوق، تحس ان هي استوت كده وتماسكت وبقت تمام التمام. نحطها في التلاجة ساعه، وبعد ما تطلع من التلاجة احطها يا دوبك بس في ميه سخنه كده زي ما انا حطيتها، عشان الكراميل بس يفك ايه من تحت شويه ينزل معانا. ونقوموا قلبينها بقى في طبق التقديم كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا خطيرة. ما تقوليش بقى كريم كراميل، ما تقوليش بقى بصي كيكة، بصي سميها زي ما تسموها، بس بصراحة خطيرة جدا. ونقطعوها بقى. عندي بقى هنا السكينة بتاعتنا، انا حطاها في مية سخنة، ما ينفعش تبقى باردة، لازم مية سخنة عشان تقدري تقطعي معانا الوصفة الجميلة دي. بصراحة انا مش عارفة اسميها، بس عايزة اقول لكم الحلوة دي تنفع في الشتاء بطاقة جدا، وتديكي طاقة وحاجات حلوة كده. او يعني ايه، لو في الصيف تمشي جدا، يعني حاجة حلوة باردة في الشتاء تاكلوها كده. بصوا تحفة تحفة بجد والله. وصفة كل هيعشقها، الكبير والصغير. وشوفوا شكلها عامل ازاي، وشوفوا طالعة ناعمة وانسيابية. انا مش عايزة اقول لكم الوصفة طعم وريحة وشكل خطير خطير بجد. ودلوقتي بقى ايه، يعني انا هوريها لكم معاكم كده. هو شوفوا انا باكلها على فكره جميله جدا بجد والله. لو هين عليا عايزه اخلص كل اللي قدامكم ده، يعني بصراحه جميله جدا. شوفوا نعوميتها وانسيابيه، وبصوا جميله جدا جدا جدا، وسكر مظبوط وحاجه جميله ومغذيه جدا لكم والاطفال ولكل البيت. بصراحه خطيره جدا جدا. انا نفسي ان انتوا تجربوا الوصفه ديت، وهتعجبكم كتير جدا، وهتعملوها كل شويه، ومش مكلفه ومش هتاخد منكم اي وقت خالص. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اللايك الكبير لو الفيديو عجبكم. وباي باي.